عربيا أو كرديا، مسلما أو مسيحيا أو صابئيا، سنيا أو شيعيا، وهو في الأول والآخر عراقي، وأنا وأنت عراقي، مددتم يدكم إليه وهو في حاجة لكم بعد الله سبحانه وتعالى. أقامت الجالية العراقية في مدينة ملبورن الأسترالية أمسية هدفها جمع التبرعات لجرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي الذين ضحوا بأنفسهم لأجل تراب الوطن وتحرير أرضه من دنس الإرهاب. الحمد لله، طبعا وفقنا إن شاء الله لأن نجمع كل أطياف الجالية العراقية بهذه الأمسية الطيبة الجميلة. الهدف منها طبعا جمع تبرعات لإخواننا في العراق ضحايا العمليات الإرهابية أو ضحايا القوات الأمنية. هذا الحضور الكريم من كل أطياف الجالية العراقية جاء ليشد على أيدي هؤلاء الإخوة الأعزاء الذين قاموا بهذا المشروع الخير عونا لإخواننا ومجاهدينا الذين يسطرون الملاحم الآن تلو الملاحم، لكنهم يحتاجون إلى من يرفدهم وإلى من يمد إليهم يد العون. في العيون دائما هم أولئك الذين نزفوا دمهم، ولا زال الكثير منهم يرابط على ساحات الوغى لأجل العراق، وفي الأحداق دوما هم الذين لم يبخلوا على بلدهم بالدم والروح وما يمكن أن تجود به النفس. إنها التضحية التي لا تضاهيها تضحية، والعطاء الذي لا يوازيه عطاء. لدعم الحشد الشعبي والجرحى من قواتنا المسلحة، وهم ضحوا بالغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم، فاحنا مديونين لهم بكل ما نملك، وان شاء الله ما نقصر عنهم، ويستاهلون ماء العين وارواحنا واطفالنا وكل شيء فدوى لهم. اجتمعوا اليوم الجالية العراقية من كل الأطياف بهدف واحد على مود يساندون الجيش العراقي والحشد الشعبي إن شاء الله. أبطال القوات المسلحة بكافة صنوفها وظهيرها البطل الحشد الشعبي المقدس على انتصاراتها الباسلة التي أعادت للعراق هيبته. ورغم بعدكم عن الوطن ولكنكم ولن تنسوا إخوتكم، وها أنتم تبادرون للمشاركة بالمجهود الحربي وبشكل تطوعي. وشهدت هذه الأمسية التي حملت أروع صور الوفاء للوطن وللشهداء حضور شخصيات مهمة عديدة من الجانبين العراقي والأسترالي، فيما أطلق على هذه الأمسية أمسية أيادي الخير، في إشارة لليد التي امتدت للمساعدة رغم بعد المسافات التي لم تكن عائقا أمام أعلى مراحل الشعور بالمسؤولية، إذ لم تعد تضحيات العراقيين خافية على أحد، وهم يصنعون انتصارات أذهلت المؤسسات العسكرية العالمية، انتصارات يصنعها الإيمان بقدسية المعركة ووحدة الوطن والشعور بالانتماء، وهو الأمر الذي استرخص العراقيون لأجله دماءهم الزكية. فرصة طيبة الحقيقة أن نلتقي اليوم في تجمع الأيادي الخيرية. هذا التجمع الخير، هذا التجمع الطيب الذي يستذكر ويفكر ويقف مع العراقيين ومع الإخوة العراقيين ليقوم بمساعدتهم، وذلك من خلال توفير العربات الكهربائية. إنها وقفة شهمة. And there's a lot of Iraqi people here in Australia. Australia, of course, has ties to Iraq. Australia was involved in the war in Iraq, so I think that in Australia we have a responsibility to help out. ورد العقبة ورد، ومثل هذا الورد يتغازل وينبده ويفتح للبرد. الشيخ رادق هوى ويجرد نار العبد، الموت صيح عليه، صاح الشهر مستعد، القبر فاتح عليه، صاح الشهر مستعد. او خل نترك احنا الشعر وللمقبره خل نرد، وهناك نشتم ورد فتاح يا نرجس. لا والله ورد الحشد، لا والله ورد الحشد. هذا العراق يظل شمس ما يطفى نوره، لازم يعود بحيل.
ويعلي صورة، ترجع الدنيا معجبة وتريد بس صاحبة، بعيونها تبوسه تجي وتاخذ له صورة. ما يطفى نوره. من مدينة ملبورن الأسترالية لبرنامج صباح العراقية، هديل صباح. معجبة وتريد بس الصاحبة، بعيونها تبوسه تجي وتاخذ له صورة.